السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سالي's كيتشن. النهاردة هنعمل الزبادي بطريقة سهلة وبسيطة والقوام كريمي ومتماسك زي ما احنا شايفين. قبل ما أبدأ المكونات ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. احتجت في وصفتي النهاردة نص كيلو من الحليب الجاموسي، وكمان كان دافي مش بدرجة حرارة الغرفة، يعني زي دمع العين زي ما بنقول. وكمان استخدمت نص معلقة من الزبادي مش مليانة، نص معلقة صغيرة. والزبادي البلدي أحسن نوع تقدروا تستخدموه في الوصفة بتاعتكم، بيكون أحسن كتير من المعلب التاني. وادي بقى نص معلقة من الزبادي قلبتها كويس جدا وفتتها علشان تكون كريمي وتقدر تدوب معايا في اللبن. وبعد كده حطيتها على الحليب اللي موجود، وبعد كده هقلب كويس جدا. وعايزه اقول لكم بقى على معلومه، لو انتوا حابين ان انتوا تغلوا اللبن في الشتاء هنستنى ساعه فهيكون بدأ ان هو يكون دافي، ولو في الصيف هنسيبه وقت اطول طبعا، يعني ممكن ساعتين 3 عشان اللبن يكون دافي. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اصب الخليط في كوبايات صغيره. الكوبايات اللي عندي بالظبط معيار ونص من كوبايات بره، يعني لو هنقلل الكمية ممكن نعمل 6 كوبايات. فعلى حسب الحاجة اللي موجودة عندك أو العبوات اللي موجودة عندك تقدري ان انتي تصبي الخليط فيها، حتى لو كانت علب ليها غطا أو أي حاجة، أو حابة تحطيها في علبة كبيرة كاملة نص كيلو هتقدر ان هي تاخد كل المكونات. وبعد كده هنغطي عليها بطبق أو سيرفيس أو ستريتش راب أو الغطا بتاع العلب اللي تحطي فيها الحليب كله. وهنا هنسيب الزبادي ليلة كاملة، يعني الصبح نقدر نشوف النتيجة. ولو حاسين الزبادي ما تمسكش كويس تقدروا تسيبوها لحد الظهر، يعني هتلاقوه بقى معاكم بجد بقوام هايل. وهنا في الصبح طبعا وريت لكم الكوبايات شكلها عاملة ازاي، بجد رائعة، وازاي قوام متماسك جدا وازاي كريمي وازاي كده متماسك. نقدر بقى نرص الكوبايات بتاعتنا بطريقة حلوة كده، بجد رائع. وادي الكوباية اللي دايما بتكون مايلة عشان نشوف قوامها. وهي دي كانت وصفة النهاردة، وأتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وتعالوا بقى نشوف ازاي الزبادي بتاعنا كريمي من جوه وازاي متماسك، والوش ما شاء الله بجد رائع. بصوا ازاي. لو في أي وصفة حابين تعرفوها ابعتولي على تعليقات اليوتيوب وحرد عليكم بفيديو للوصفة. ولمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سالي's كيتشن. بالهنا والشفا. باي باي.